عمرك عديت من مكان فاضي وحسيت إن في حد سبقك هناك؟ مش بيمشي، لأ، بيستناك. أنا هحكي لكم عن ليلة كان نفسي إنها تعدي زي أي يوم، بس للأسف كانت آخر ليلة طبيعية في حياتي. أنا اسمي نبيل، شغال سواق تاكسي، والليلة دي كنت مسافر من الطريق الصحراوي عشان أوصل زبون لقرية صغيرة جنب الجبل. الراجل نزل وأنا راجع لوحدي. الطريق كان فاضي لدرجة تخض، وأنا عربية ولا نور ولا نفس بني آدم. وأول ما قربت من الكوبري القديم لقيت حد واقف، مش بيشاور، مش بيطلب توصيل، واقف ساكن ما بيتهزش. الرجل كان لابس جلابية سودة وراسه لتحت، وأهم حاجة ما كانش ليه ظل. أنا أول ما شفته رجعت بالعربية وقررت ألف من طريق أطول، بس بعد 4 دقايق لما نور العربية ضرب قدام لقيته واقف تاني قدامي بنفس الوضع، نفس اللبس، نفس المكان، وبرضه ملهوش ظل. ساعتها قلبي وقع، قلت لنفسي مستحيل، ازاي سبقني وانا اصلا ماشي بالعربية؟ انا دست بنزين وعديت، لكن في المراية كان لسه واقف وبيبص ورايا، رغم ان راسه كانت لتحت، بس كنت حاسس انه شايفني. كملت الطريق مرعوب، ولما وصلت اول البلد الطريق اختفى فجأة. ازاي؟ مش عارف. الدنيا اتغيرت من حواليا، وبقيت ماشي في شارع ضلمة ما فيهوش لا بيوت ولا نور ولا أصوات. ولما نزلت أبص على الأرض لقيت أثار رجلين، نفس مقاس رجلي بالظبط، لكن رايحة لجوه مش جاية لبره، وكأن حد كان ماشي هنا بنفس رجلي قبل ما أوصل بدقايق. وقتها سمعت حد بيقرب، خطوات تقيلة بطيئة ورايا. لفيت ما لقيتش حد، رجعت أبص لقدامي لقيته الراجل اللي ملوش ظل واقف قدامي، بس المرة دي رافع راسه ومية وش كلها فتحة سودة ملهاش ملامح ولا عين ولا بق، مجرد حفرة سودة بتنفس. وقبل ما أهرب سمعته بيقول بجملة واضحة: أنا ما كنتش واقف مستنيك، أنت اللي رجعتني.